السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ايه بقى؟ هنعمل طاجن بامية باللحمة الضاني. هنعملها خطوة خطوة مع بعض. بسم الله ما شاء الله عليها. وقبل كده ما نروح على شرح الفيديو، يلا لايك، يلا اشتراك، يلا تفعيل الجرس، يلا بينا نشوف الفيديو، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض ايه؟ هعمل مع بعض طاجن لحمة بالبامية، يعني اللحمه اللي هي الضاني. طبعا انا عندي الباميه هنا مفرزاها في الفريزر، وهنا البرام هعملها في الفرن. بس طبعا ايه، الاول هاخدها على البوتاجاز كده، نحمر كده البصله كده، وهنمشي مع بعض خطوه خطوه. طبعا زي ما احنا شايفين كده بصلتين كده وبشرتهم. وهنا طبعا طلعت هنا اللحمه اهي، اللحمه هي سمينه وجميله، لحمه ضاني جميله. هنا بس لما البصله ايه تتحمر هنحط ايه، هنحط اللحمه عليها، وبعد كده هنحط الباميه. طبعا كان عندك فلفل اخضر، فلفل حار، ممكن تقطعها عليه. فهنمشي مع بعض خطوه خطوه. بتبقى احلى طاجن باميه باللحمه الضاني، بتبقى جميله جدا. بس بتتعمل انا بعملها في الفرن، فعشان كده انا هاخدها الاول ايه في البرام من فوق كده على البوتاجاز كده، واحضرها، وبعد كده اقوم مدخلها الفرن. طبعا بحط اللحمه، وبحط فص يعني نص معلقه توم، وبحط بهارات ايه اللي هي الفلفل الاسمر. انت عايزه تحطي 7 بهارات والفابريكا والحاجات دي ممكن تحطيها، بس انا بحبها ايه بالفلفل الاسمر، ما بحبش اضيف لها حاجه غير الفلفل. بناخدها تقريبا مع التومه ومع البصله. هناخد الاول اللحمه عشان ايه تشرب ايه من التعصيجه اللي احنا عاملينها دي. بسم الله ما شاء الله. انا مش هقول لكم على الريحه بتاعتها يعني والله. طبعا حطينا الباميه على طول. انت لما بتكون مفرزه الباميه في الديب فريزر، لا ما بنسيبهاش لما تفك، بنحطها متلجه على طول زي ما انتم شايفين كده التلج عليها. وهنحط ايه يعني مغرفتين كده شوربه عليها. ما نحطش الطماطم دلوقتي، هنحط لها مغرفتين شوربه كده وهنسيبها شويه تستوى بيهم، وبعد كده نحط الطماطم. طبعا كده انا كنت مغطياها بالورق الفايبر اهو، بالورق الحراري. هنحط عليها بقى ايه كده غلت اهي بالشوربه، هي هنحط عليها ايه الطماطم. حطينا الطماطم، وطبعا ما تنسيش تعملي لها ايه التومه بالكزبره، بتبقى جميله جدا تطشها بيها. وكده انا هحط بالورق الحراري تاني وهدخلها ايه الفرن. هندخلها الفرن كده، هغطيها تاني وهندخلها الفرن، ونسيبها بقى ايه براحتها كده لما تستوى خالص، وهوريها لكم. وكده يا حبايب قلبي، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. شايفين طالعه مبكبكه ازاي من الفرن؟ بسم الله ما شاء الله. احلى باميه واحلى لحمه بالضاني، وهنغرفها مع بعض. يلا بينا يلا. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين اللحمه فيها؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. شايفين؟ حابه بقى انت تاكليها ايه بشويه رز كده مفلفلين، حابه ممكن تاكلها بالعيش. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. شايفين القدام بتاعها؟ واوعي تنسي الطشه بتاعتها، دي اهم حاجه في الباميه. ونحط لها معلقه التومه مع نص معلقه كزبره، وهنحطهم على البوتاجاز. طبعا حابه تحب عليها ليمون، بتتاكل الباميه بالليمون بتبقى جميله جدا. عايزه تاكليها كده بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين الجمال باللحمه الضاني، بتبقى جميله جدا. وانتوا عارفين اللحمه الايام دي في العيد بتبقى موجوده الضاني، وبتبقى على جميع انواعها، بس هي بالضاني بتبقى جميله جدا. ممكن تاكلها بالعيش، ممكن تاكلها بالرز، حسب ما انت عايزه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. شايفين باللحمه بالرز؟ اللهم صل على النبي. حسب ما انت عايزه، بس الريحه انا مش هقولك عليها، يعني جميله جدا. شايفين الباميه وشايفين جمالها؟ الله 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 الله. بس في ملحوظه، يعني انت لو انت عايناها في الدير فريزر ومفرزاها، لا احنا ايه لازم بنحطها اول ما بنطلعها من الدير فريزر، بنسقطها على طول على البصله، ما بنسيبهاش لما بتفك. اي خضار بيبقى متلج عندك لازم يتحط في الدير فريزر، يعني بتتحط على طول. واشوفكم ان شاء الله كده في فيديو اخر من مطبخنا الشعبي. واقول لكم ايه، اقول لكم تعالوا اتغدوا معانا. يلا اشوفكم بخير ان شاء الله يا رب امين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.